تليفون. حضرتك اطلع بره. ده نادي محترم. نعم. لا حضرتك ده نادي محترم وده اجتماع واحنا على الهوا دلوقتي. حضرتك عايز تكلم حبيبتك ولا خطيبتك بره؟ اتفضل يا فندم. لا اتفضل. اتفضل حضرتك. ابراهيم اتفضل. تعرفين طبعا انه جاله عروض وفضل نادي الزمالك اللي هو ناديه. وانا ليا بس بعض الملاحظات. استاذ مدحت مش عارف انت سامعني ولا لا، بس الاخ بقى يقول لي عشان هو معاه الميكروفون ما معيش انا الميكروفون. اولا احنا اتفقنا مع النادي الاهلي لا دخول في صفقات مع بعض مضاربه، عشان انا بس ليا تحفظ على الاخ عادل القيعي كان في احدى البرامج وقال اصل ابراهيم مش عارف ايه. عايز اقول له لو اتكلمت في المسائل دي هقول لك مجلس ادارتي قاعد مثلا مع ثلاث ارباع لعيبه النادي الاهلي خلاص، وده ممكن نقعد نقول الكلام دون وبنبوظ الفريق هنا بوظ الفريق هنا، لكن لا حد عندي قاعد مع لعيب في النادي الاهلي ولا حد من عندك يا عادل القيعي قاعد مع لاعب في نادي الزمالك. وده عهد جديد بين مجلس اداره الزمالك ومجلس اداره الاهلي اللي كلهم تقريبا اصدقاء اعزاء برئاسه السيد المحترم محمود طاهر. ايوه انا معايا عقد والكلام ده. من فضلك انت النادي الاهلي مشاك اصمت قليلا، عشان عايزين نعمل مرحله جديده من العلاقات المحترمه، نعيد العلاقات المحترمه اللي كانت بين الاهلي والزمالك قبل احنا حتى ما نتولد. يعني انا كانت معلوماتي الكابتن احمد مصطفى كان بيحكي لي ان رفعت الفناجيلي كان صاحبه، صالح سليم، طارق سليم، نبيل نصير صاحبهم. العلاقه الجميله يا عم جورج سعد كان قاعد في النادي الاهلي على طول، الحاج طلبه كان موجود في نادي الزمالك. العهد الجميل ده احنا عايزين نرجعه تاني، مش عايزين اي حد يعكره. ده رقم واحد. رقم اتنين انا يمكن كابتن مدحت كان في برنامج قبل حضرتك ابننا كريم حسن شحاته كان معاه الاخ اسلام الشاطر، اسلام صادق، بنسى دايما. عايز اقول له يا اسلام انا عارف انك انت شغال الصبح مع الاعلام المحتضر. مين اللي قال لحضرتك معلومه ان احنا هنمشي الكابتن احمد حسام ميدو؟ قول لي يعني، اعمل مداخله دلوقتي واخد بالك وقول انا المعلومه المجلس تقريبا كله معانا دلوقتي. مين اللي قال لك المعلومه دي اللي اصلها هو هدم فريق كرة القدم بنادي الزمالك؟ انا قلت النادي الزمالك احمد حسام هو رئيس جمهورية نادي الزمالك في كرة القدم، لا تدخل في عمله. يعني بعد ماتش الاخير ده كنت ممكن اقعد معاه او اي حد، وما حدش مننا قاعد معاه. هو عنده اخطاء يصلحها، عنده مشاكل مع اللعيبه يصلحها، انما هنقعد نضرب في اخبار وانا عندي معلومه ومش عندي معلومه، الكلام ده لن يسمح به في نادي الزمالك. وانا في حساب يعني احنا برضو بنتحاسب. الاخ ايهاب جلال رئيس القناه لازم يجيب الاخ اسلام صادق يقول له يا اخ اسلام اختار بين اتنين، يا اما ان يكون عملك في قناه النهار المحترمه المحايده، يا اما ان يكون انتمائك للاخ المحتضر بيطلع الصبح في الاذاعه وهو محتضر اعلاميا تماما. وهنتكلم دلوقتي عن لقاء وزير الداخليه وقاعد يقول شروط ورئيس الوزراء مش هيحصل. هنتكلم مع تسالني والاخ يقول لي الاسئله عشان انا مش سامع. لكن احنا بنقوله من فضلكم الاعلام المحترم المستنير اللي بيبني وينتقد في نفس الوقت، يا سلام فوق دماغنا. الاعلام اللي مش اعلام وجاي يهدم عشان يرجع اصحابه وحبايبه ومتضايق ان نادي الزمالك بقى فيه جو جميل ومحترم كله محبه واخلاص وسابين فريق كوره يشتغل والامن شغال. تعال شوف نادي الزمالك النهارده الخميس، نادي ما فيش فيه عندي مشكله واحده. فانا بقول هذا الاعلام المحتضر، انا طبعا انت صعبان عليا في السن ده، انت عندك حوالي 62 سنه وانت ضارب 10 سنين كده، لكن انا بقول لك من فضلك يا ابني انا خايف عليك يجي لك ضغط وسكر وقلب وتقع في الاستديو. احنا بامر الله وتوفيق من ربنا مكملين مشوارنا لسبب بسيط جدا. خلاص انا عندي الاستاذ محمود معروف انا ماسكه الملف كذا مثلا الاعلامي في نادي الزمالك، عندي الملف الاجتماعي ماسكه الاستاذ فلان الفلاني، وزعنا ملفات على اعضاء النادي العاملين. الدكتور كمال درويش المنافس القوي اللي فرق بينه وبينه في الاصوات، احنا عيناه مستشار متطوع لنادي الزمالك. ولو الاستاذ ممدوح عباس عايز يمد ايده ولينا ايراد هنمد له 24 ايراد. ما عندناش مشاكل مع حد، المشكله عندك انت اللي محتاج تتعالج يا ابني نفسيا. حركه صبعك، حركه ضوافرك، بتاكل في ايدك، كتفك اللي يقعد يتهز على طول، من فضلك. وحسابي بقى مش معاك بعد كده، انا بحذر محمد الامين بقول له يا محمد امين مالكش دعوه بنادي الزمالك والافندي اللي عندك، والا هيبقى مصيرك مصير سما المصري. كلامي واضح وانا ما بعرفش اهزر، كلامي واضح. بقول لك يا محمد يا امين من فضلك
اعمل برنامج انتقد فيه نادي، زي انا رئيس نادي قول ان انا فاشل، قول ان انا راجل كذاب، قول اي حاجه، لكن حضرتك هتجيب لنا واحد يقعد امبارح كلام انه وزير الداخليه ما عندوش فكره عن اجتماع مع لجنه الانديه، يقوم النهارده يحصل الاجتماع يقول لك وزير الداخليه اشترط ومين صاحب الدعوه؟ يا استاذ الفاضل وضيوفك الكرام، الدعوه اللي وجهها هو مرتضى منصور والسيد وزير الداخليه عند حضرتك، لان انا كنت مع السيد وزير الداخليه الاسبوع اللي فات وقلت له من فضل حضرتك عايزين نحل مشكله الجماهير، واتفقنا ان انا هدعو، انا اللي بدعو، انا اللي دعيت سيد جمال علام ايها المحتضر، انا اللي دعيته، وانا اللي دعيت النادي الاهلي، كلمت الحاج محمد عبد الوهاب امبارح واسالوه بعد ما خلص اسالوه، وانا اللي دعيت رئيس نادي الاسماعيلي، وانا كلمتهم كلهم على فكره الانديه الجماهيريه. فانا عايز اقول لك من فضلك ابعد عن نادي الزمالك، نادي الزمالك لن يعود مره اخرى للخلافات، انت دمرته في 2005، احنا كلنا متنبئين، مشكله اسماعيل ومرتضى ومشكله مرتضى وياسر، الكلام ده انتهى الى الابد، مجلس اداره محترم متجانس كلهم تقريبا من قايمه واحده، حتى اللي ما كانش معانا في القايمه بنقول له هو اخ عزيز، راجل الناس انتخبته ليه دور مؤثر، يعني رحابه وبرجيله ما كانش في القايمه لكن واخد ملف مهم جدا بيشتغل فيه، واخد بالك، الاخ هاني زاده واخد ملف تاني بيشتغل فيه، لكن احنا كل يوم بقى مش فاضيين اصل يكسر الصوابع. ووزير الداخليه معرفي امبارح قال لك وزير الداخليه قال ما عنديش فكره، النهارده كان رد من وزير الداخليه، كان في لقاء المفروض امبارح مع وزير الداخليه يا استاذ مدحت اتاجل لان في 2 ضباط شرطه استشهدوا، واحد في اسكندريه في الامن المركزي، والسيد العميد احمد اللي توفى في 6 اكتوبر، فمش ممكن يبقى السيد وزير الداخليه عنده جنازتين واحنا نروح نتكلم عن جماهير، يعني حتى من باب الادب والذوق واللياقه ما ينفعش. فيا كابتن مدحت انا السيد الوزير امبارح راجل مؤدب جدا ومحترم جدا، هو اللي طلبني وقال لي ممكن ناجل الاجتماع لبكره الساعه 1، التزمنا. احنا لا يعنينا بقى المحتضر ده يقول لك لا حصل وما حصلش، المهم النتيجه اللي احنا وصلنا لها انه الجماهير هتخش ان شاء الله في الدوره الرباعيه باذن الله، وانا بشكر السيد جمال علام لانه متجاوب، واحنا بقى الضوابط والشروط دي على فكره دي كلها كانت اقتراحات انا، والله وزير الداخليه لم يدعوا ضوابط ولا اقتراحات، الراجل كان موجود النهارده ومعاه السيد اللواء احمد حلمي مدير الامن العام، السيد اللواء سيد شفيق مدير مباحث الوزاره، السيد اللواء اسامه الصغير، السيد اللواء هاني عبد اللطيف، السيد اللواء عبد الفتاح عثمان، قيادات الوزاره. لكن كان مهم جدا ان ولادنا وشبابنا اللي هو بيشتمهم كل يوم المحتضر ومش عايز ادخلهم عشان هو بيقول لك بيخش يشتموني، انا ضد انهم يشتموه في المدرجات، انا ضد ده على فكره، عشان احنا عايزين نقول لشبابنا خش اتفرج، خش شجع فريقك، لانه مباريات كره قدم بالظبط من غير جمهور كانك ماشي في جنازه صامته، يعني ده الوضع اللي احنا شايفينه. وبعدين من ناحيه البرامج التلفزيونيه حضرتك انت نفسك وانت بتذيع او بتنتقد او عامل استوديو تحليلي، الجمهور بالنسبه لك بيدي لك طاقه زي ما بيدي اللعيبه زي ما بيدي مجلس الاداره. فالنهارده كلامنا كان مع السيد الوزير، بقول تاني انا صاحب الدعوه بصفتي رئيس لجنه الانديه اللي تم انتخابي رئيس لجنه الانديه، وانا استاذ مدحت انت عارف ان انا كنت بقول دكتور كمال درويش يكمل، يعني ما كنتش متكالب، لكن انديه مصر كلها قالت منتخبين الاستاذ مرتضى، وانا بشكرهم جدا على الثقه دي، وحولت لجنه الانديه من لجنه كل دورها بتتكلم عن البث الفضائي الى لجنه بتتكلم في الجماهير تخش، ولادنا الالتراس والى الارتس، واقول لك دلوقتي الضوابط لو انت سالتني ايه الضوابط، ان احنا هنقابل السيد رئيس الوزراء، انا مش مصنع بنتج اسمنت ولا بنتج حديد، انا مصنع بنتج ابطال، سواء بطل في منتخب قومي قدم سله طايره يد سباحه تنس طاوله، او انا عندي ولاد الاعضاء ابطال في الكاراتيه والجودو والالعاب الاخرى الفرديه، فانا راجل ده المنتج بتاعي، حضرتك بتاخد ضرائب على المنتج بتاعي ازاي؟ انا النهارده لما استلم نادي الزمالك وعليه مديونيه 306 مليون جنيه، صاحبك يا اخي يا محتضر اعلاميا هو السبب فيه، انا مسلم النادي ليه وفي فايد 6 مليون جنيه، فايد 6 مليون استلموا عليا 306 مليون، الدوله لو ما وقفتش مع الانديه الرياضيه اسماعيلي اتحاد اسكندريه كل الانديه طبعا مش جماهيريه بس كل الانديه، النهارده مدحت اطلب رئيس النادي الاسماعيلي لما كل يوم يتعمل محضر تامينات اجتماعيه لرئيس النادي واعضاء مجلس اداره وياخدوا احكام بالحبس تبديد ويتمنعوا من السفر، في انهي دوله في العالم الكلام ده؟ انا في عمل تطوعي وانت بتديني راتب علشان تحبسني؟ لما نيجي نتكلم عن ده مشكله الضرايب، مشكله التامينات الاجتماعيه خلاص حلها، انت النهارده بتقول لي 40 مليون جنيه تامينات اجتماعيه وتحجز على الزمالك او النادي الاهلي، كل دي مشاكل
رئيس الوزراء يقدر يحلها مع الساده الوزراء المسؤولين. مشكله الاراضي اللي احنا بناخدها للانديه، لما يكون انت عندك بتديني ارض مثلا في 6 اكتوبر، الارض دي هل انا بعملها منتجع سياحي ليا ولا بعملها برضه مكان للابطال، بعمل ملاعب، بعمل منشآت للابطال الرياضيين اللي انت بتحتاجهم. انا الآفة بتاعتي في مصر وانا عندي 60% من شعب مصر شباب، آفة اللي عندي ارهاب وادمان. تاني بقول ارهاب وادمان، ايها المحتضر عندي ادمان وارهاب. الدوله لو ما وقفتش معايا وانا بقضي على الارهاب وعلى الادمان، لان انا ليا دور كرئيس نادي، وسيادتك ليك دور كاعلامي، وشيخ الازهر ليه دور كراجل دين، والبابا تقدر ليه دور كراجل دين، واستاذ الجامعه والمدرس والاب والام قبلينا ليهم دور في البيت، ان نطلع ناس اولا يحترم بلده، يحترم نشيد بلده، يحترم علم بلده، يحترم جيش بلده، يحترم شرطه بلده، يحترم قضاء بلده. في النهايه هم دول دوله، يحترم دوله بلده. لكن لما يكون عندي ضابط منحرف احاسبه، اعلامي منحرف احاسبه. لكن اللي احنا شايفينه خلال ال3 سنين اللي فاتت من حاله من الفوضى الشديده جدا، والناس البعض من ولادنا اتغسل مخهم فاهمين ان الديمقراطيه انك تشتم الناس ويا ابو دبوره وكذا مش عارف ايه، ونقعد نشتم في ضباط الجيش والشرطه. عايز اقول له انت يا ابني يوم ما بتاخد الثانويه العامه بيبقى امنيه حياتك انك تطلع ضابط جيش او شرطه، دي امنيه حياتك. والولد والضابط اللي انت بتشتمه وتهينه ده، او العسكري الغلبان اللي في المدرج واقف طول النهار بيطلع 7 الصبح عشان يحرسك ويحرس المنشأة وتضربه طوبة، او انا اسف بالبول، على زي ما عملت احدى المباريات الاخيرة في دماغ هذا العسكري الغلبان اللي هو محترم وبيأدي واجبه وبياخد 12 جنيه ولا 18 جنيه في الشهر، وسيادتك قاعد ابوك عمال ياكلك ويشربك وينيمك، ولا انا اسف يعني في الكلام، وتعامل زي العجل كده، وطول الليل على الانترنت عمال تشتم في مخاليق ربنا وتعكس في البنات، وتطلع الصبح الجامعه تضربك 3 4 مولوتوف في الجامعه او تضرب الاستاذ بتاعك. وبعدين في النهايه انت الشباب، لا مش انتوا الشباب، شباب مصر شباب واعي، شباب محترم، وده الشباب اللي احنا اتكلمنا عنه النهارده مع سيد الوزير ان هو يسمح له بدخول الجماهير المدرجات. عشان كده الضوابط يا كابتن مدحت باختصار شديد، نمرة 1 في هذه الضوابط انه لا يسمح لبني ادم يخش يبلطج جوه مدرجات. ازاي ما يبلطجش جوه مدرجات؟ بقانون شغب الملاعب. السيد وزير الشباب والرياضه، انا كان في حديث بيني وبينه امبارح بالليل والنهارده الصبح، كان في حوار طويل جدا. قانون شغب الملاعب فورا هذا القانون يتعرض على مجلس الوزراء يعتمده، يعرض مشروع قرار بقانون السيد رئيس الجمهوريه يطلعه يصدره. يعني ايه شغب الملاعب؟ يعني الاب والام عارفين من اول لحظه الابن اللي رايح يشجع ده هتضرب طوبه 2 سجن، هتولع 5 سنين سجن، وده قانون. انا مش بضربك ولا بموتك، حضرتك هتحترم القانون هيشيلك فوق دماغك خش يشجع. ده رقم 1. رقم 2 الانديه مسؤوله. انا النهارده حضرتك عايز تخش المباريات، تعالى حضرتك بعمل لك استماره بتملاها، بتكتب تعهد في الاستماره ان بعدم الشغب والكلام ده، وبسلمك كارنيه، بعمل لك دخول بطاقه مخفضه. من غير الكارنيه ده لو وقفت على دماغك مش هتخش الماتش. الكارنيه ده مرقم، الكرسي اللي هتقعد عليه مرقم، بحيث ان الكرسي ده لو حصل فيه مشكله حضرتك مسؤول قدامي وقدام القانون. النهارده لما حضرتك بتكسر الكرسي اللي انت بتكسره ده، الكرسي ده ملك مين؟ ملك ابويا؟ ملك امي؟ ملك ابراهيم محلب؟ لا، ده ملكك انت. لان النهارده ثمن الكرسي دون، لما جبت كرسي جديد طب ما اعمل لك فرصه عمل انت تشتغل، او ابني مصنع بالفلوس دي انت تشتغل. العربيه اللي بتحرقها بره دي عربيتي بنت خالتي ولا بنت عمي ولا ابن عمك ولا اخوك ولا اختك، خلاص في النهايه مش دي. او عربيه الشرطه اللي انت بتحرقها، يا اما عربيه حد قريبك او صاحبك، او ممكن يكون قريبك او صاحبك، او عربيه الدوله اللي جايباها من فلوس الضرايب اللي ابوك طفح الدم عشان يدفعها علشان يبقى في بلد فيها امن وامان. ف ما حدش عمل الضوابط، احنا اللي عملنا الضوابط. واحنا عندنا اجتماع يا كابتن مدحت ساده ضيوفك الافاضل يوم السبت في لجنه الانديه، علشان نقول الناس اللي هي عندها استعداد من الانديه تلتزم هي وجماهيرها. احنا انا شخصيا ومجلس ادارتي هيبقى في مكان جوه نادي الزمالك للرابطه، نقعد معاهم نجتمع، ولادنا تعالى مشكلتك ايه، انت متضايق من الشرطه لايه، ونقول اهو زي ما احنا بنرفض تجاوز الجماهير مع الشرطه بنرفض تجاوز اي ضابط او عسكري مع حد من ولادنا.
احنا ماسكين ميزان كده، لا بيميل يمين ولا بيميل شمال. حضرتك انت النهارده حد من ضباط شرطه او عساكر اهانك او ضربك او ارتكب معاك تجاوز، تعالى في رئيس نادي يقدر يقابل وزير الداخليه، يقدر يقابل رئيس الجمهوريه، يقابل رئيس الوزراء، يجيب لك حقك. انما انت بقى هو تجاوز وانت هتضربه وانت هتشتمه وهتولع لي في المدرج، لن يسمح من بدايه الدوره الرباعيه يا كابتن مدحت بحد يخش يبلطك في مدرج. واتفقنا الجمهور اللي هيبلطك في مدرج ايا كان انتمائه مش هيكمل بقيه الموسم جمهور، خلاص. الفريق ده هو الوحيد اللي هيلعب كل مبارياته من غير جمهور. حضرتك بقى عايز تخرق عين نفسك، انت حر. ليه بقى؟ انت اولا لما بتعمل شغب بتوقع عقوبه ماليه على جماهيرك، على ناديك. نمرة 2، حضرتك لما بتعمل شغب مش هتخش تحضر، مش هتستمتع بلعيبتك وجها لوجه روح بروح في الملعب. حضرتك لما تعمل شغب زي ما قلت قبل كده، يجي استاد القاهره يقول لك لا مش هتلعب عندي، ومش عارف الجيش لا مش هتلعب عندي، فريقك مش هيلاقي نادي يلعب فيه، ملعب يلعب فيه. لو احنا اتفقنا على المبادئ دي هنقعد ان شاء الله لجنه ديه وفيها الاهلي بيشرفنا فعلا مجلس اداره النادي الاهلي الاخ طاهر الشيخ المحترم موجود معانا في اللجنه. هنقعد وهنعمل البروتوكول ده مع بعض ونفعل ده. اللي عايز يخرج عن الصف وعايز يخرج عن الاطار وعايز يخرج عن القانون ملوش مكان بينا في المجال الرياضي ايا كان. والبلطجه مش هتنفع مع مرتضى منصور وهو رئيس لجنه انديه. حضرتك هتحترم القانون، هنشيلك فوق دماغنا كلنا. من بورسعيد كانت حاضره النهارده، الاسماعيلي، الاتحاد السكندري، طبعا سموحه كان مدعو، والاخ فرج عامر كلمني والراجل اعتذر وقال اللي هتتفقوا عليه انا معاكم فيه. الاستاذ ابراهيم مجاد منصوره كلمني برضو امبارح. احنا لاول مره انديه تبقى يد واحده ومتعاونه مع اتحاد الكوره. وبقول تاني اهو، لن يسمح ببلطجه في المدرجات. مش عشان 20 ولا 50 ولا 200 300 عيل هحرم الاف مؤلفه من الجماهير المحترمه من حضور المباريات. انا طبعا خدتك يا كابتن مدحت وضيوفك الكرام لقضيه جوهريه النهارده كنا بنتكلم فيها، هي حضور الجماهير. ونرجع تاني لابراهيم صلاح، لكن قبل ما نتكلم عن عقد ابراهيم صلاح، لو انت عندك اي استفسار او حد من ضيوفك الكرام انا تحت امركم. أنا بس عايز أسأل محمد إذا أمكن تدي الإيربيس لمرتضى بيه يبقى كويس عشان يسمعني مباشرة.